حجزت على الشام وعندي ترانزيت بالأردن ومعي ترافل دوكيومنت، قولك بدخلوني عادة؟ والله ما بعرف، بس بسمع انه اللي بيكون معه ترافل دوكيومنت لازم يعمل شيء اسمه ترانزيت فيزا. آسفة إذا سمعت بالغلط، بس أنتِ نازلة عبر مطار عمان؟ ايه تماما. إذا معك ترافل دوكيمنت فإيه لازم تقدمي على فيزا عبور قبل ما توصلي على المطار، وحتى اللي معه جواز سوري وإقامة أوروبية إذا ما حجز عبر الملكية الأردنية ممكن يوقفوه كمان. يعني ممكن يرجعوها؟ صارت مع كثير ناس، لهيك بنصحك تجهزي حالك منيح وفيك تقدمي على الفيزا أونلاين، بس الموقع أحياناً بيتأخر وبيعلق شوي. طيب شو بتنصحيني، أقدم لحالي أو أطلب مساعدة؟ إذا بدك تتفادي التعب فيك تتواصلي مع مكتب موثوق بيساعدك بكل الإجراءات خطوة بخطوة وبيضمن لك كل شيء يكون جاهز قبل السفر. طيب اذا ما فيها غلب فيك تساعدينا؟ بتعرفي شي حدا بيشتغل بهالمجال؟ بالحقيقة أنا من شركة المحترف هولندا ومنأمن هالخدمة يومياً للسوريين بأوروبا. عن جد؟ طيب يلا إمتى نبلش؟ هاي الأوراق المطلوبة هيك بنعمل.